اللي يقول لك عليه ابويا تعمليه. ابويا ده جزمته فوق دماغك. بريل امسح السلم. امسحه ازاي يا ماما؟ ده انا كده اقع واتكسر. ما تتكسر رقبتك على صدرك بقى. ايه نايمه للظهر. يا رب. السلام عليكم. يا حبيبتي ارتاحي بقى، تعبت طول النهار. ايه نايمه للظهر؟ قومي يا حبيبتي. ايه مش في مصالح؟ مش في كنيس وغسيل وطبيخ وتنظيف؟ ايه مش هو في حد بيصح حد كده برضو؟ ايوه حد بيصح كده، انا كده طبعي كده. قومي. حاضر. بقولك ايه؟ اقلع الشبشب ده، تلبسيش كعب عالي يا حبيبتي، ماشي على البساط. اقلعي في شبشب بزنوبه. يلا خلصي. جاتك 60 نيله وماما ملاك ونايم يا ولاد، ونايمه في كركبه. معلش مرات عمر هتنظف كل حاجه. حبيبه قلبي صباح الفل والسعاده. صباح النور يا ماما. انا هعمل لك الفطار واصحي براحتك ماشي، والكركبه دي مرات عمر هتنضفها. ماشي قلبي. يا فاطمه. نعم. حضري لي الفطار واعملي كورن فليكس، والنسكافيه بتاعي يكون جاهز قبل الفطار. طب ما تعملي لنفسك وانت صغيره ولا انا خدامه عندك؟ انت بتتكلمي معايا بالطريقه دي ليه؟ ايوه اعملي لنفسك، انا اعمل لك يا ماما. تعمل لمين يا حبيبه قلبي؟ تعالي يا روحي، روحي اقعدي انت في الانتريه وكل حاجه هتتعمل. ماشي. مين اللي تعمل يا حبيبتي؟ انا بنتي هنا متدلعه ما بتعملش اي حاجه. امال لازمتك ايه؟ انا مجوز ابني عشان ارتاح، عشان تعملي لنا كل حاجه وتخدمينا. اعملي الكورن فليكس اللي هي طلبته، وكل اللي طلبته تعمليه على صينيه حلوه كده، صينيه من اللي جالك في الجهاز، وهداها البنت. طب انت مدلعه اعمل لها انت، انا اعمل لجوزي ما اعملكيش. عمل في لقمك. انت بترد عليا يا بنت، الكلمه اللي اقولها تسمعيها. انت فاهمه؟ كلمتي هي اللي تتسمع. تاني مره ما ترديش عليا، اصل اوريك الوش التاني. يا فاطمه حقك عليا، ما تزعليش مني، بس انا ماما اللي قالت لي اخش اقول لك على موضوع الفطار ده، وهي اللي قالت لي فاطمه قالت هتعمل لي الفطار. حقك عليا يا ستي خلاص عادي، انت اختي الصغيره مفيش حاجه. مش زعلانه بجد؟ لا مفيش طب يلا حاجة. بقى خشي انت نامي ارتاحي وانا هكمل عندك. ده بجد؟ اه والله. ماشي. يا رب. السلام عليكم. يا حبيبتي ارتاحي بقى، تعبت طول النهار. تعالي ارتاحي. في ايه؟ في ايه؟ هنقول لك ايه ولا ايه يا عمر؟ مش قادره انا يا كل عمر. يوم والتاني بقول يمكن ربنا يهديها وتنظف وتعمل وتريح اختك، مفيش فايده. واللي في البيت الهانم نايمه يا بتاكل اخويا. وتشرب بس ولا ايه؟ نايمه. ما كده بقول لها. نقول لها يا بنتي روقي عشان جوزك جاي، اطبخي. ما بطبخش. وانت لازمتكوا ايه؟ وهي فين دلوقتي؟ نايمه جوه. واجي اقول لها ساعديني. وانت تسمحي لاختي تشتغل خدامه في البيت ليه والهانم ايه يا موجوده؟ ابني يعني اسيب البيت وسخ؟ وانت عارف انا رجليا حول تعبانه. ولا قوه. خلاص ما تعمليش حاجه تاني في البيت ولا انت ولا امك. هقدرش يا عمر. ما فيش. فاطمه صباحيه مباركه حبيبتي. حبيبتي احنا مش قاعدين في تكيه هنا يا ماما. ما علموكيش اهلك في بيتك انك تخدمي حماتك واخت جوزك ولا ايه؟ ولا هم اللي يخدموكي خدامين عند اهلك؟ في يا عمر؟ ما انا كل يوم شايله البيت على شايله دماغي. البيت. ما هو واضح والله من النوم والراحه اللي انت فيها ان انت شايله البيت. دي يا شيخه ده لو هما بيتبلوا عليكي ما انت قاعده نايمه هم، وامي التعبانه اللي شايله البيت هي واختي. هو في ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، ما ترديش عليا. مره تانية تتكرر ويشتكوا منك او اشوف بعيني قسما بالله هتروحي بيت اهلك مش هيصرفوا عليكي وانت فاهمه اللي فيها. بلاش نفتح. ابوكي مش قادر يصرف على اخواتك ولا يجوزهم، فما صدق واحده اتجوزت. فعيشي وحطي وطي واسمعي كلام حماتك واخت جوزك. تمام؟ شفتي يا عمر جاب لي ايه؟ ده الدريس اللي هو طلع ترند، وقال بقى ايه؟ قال هيجيب لي الشوز عليها، وقال هيجيب لي طرحه، وقال هيجيب لي شنطه لون الشوز، وقال هيديني فلوس علشان اروح بيها الرحله. مبروك عليكي يا حبيبتي. بس بصي كده، بصي على القماشه جميله. اللون ده حلو ولا اروح اخليه يجيب لي لون تاني؟ ولا ايه رايك اخليه يجيب لي كمان دريسين بس لون مختلف؟ ايه رايك؟ يجيب لك يا حبيبتي ويشتري لك ويديك، ربنا يخلي ليكي ويخليكي له. يا رب يا رب ما يحرمني منك يا عمر يا اخويا يا رب. انا اصلا بنبسط لما بيجيب لك حاجه، بيجيب لك كانه جاب لي ما بالظبط. انا عارفه يا حبيبتي، ما هو باين عليكي ان انت فرحانه لي. وكمان قال هيخرجني النهارده علشان رايحه مع صحابي، قال لي خلاص هوصلك وهرجعك
وهيديني 1000 جنيه انزل بيهم عشان مبقاش اقل من صحاب. بصي يا نور، عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا عارفه ان انتي بتسلطي عمر عليا وبتقولي له ما يجيبليش حاجه وبتقوميه عليا، بس انا عايزه افهمك كلمتين. الدنيا دواره اخصى يا حبيبتي، عليكي اخصى عليكي. الدنيا دواره يا نور. يا فاطمه، انت يا فاطمه، انت ايوه يا ماما. اسمعيش طرشه. ايوه. إيه؟ يلا يلا ايه؟ بريل امسح السلم. امسحه ازاي يا ماما؟ ده انا كده اقع واتكسر. ما تتكسر رقبتك على صدرك. بقول لك ايه يا بت، امسحي يلا. حاضر. امسحي ونضفي واسمعي الكلام. حاضر. يعني رحت المستشفى واتجبستي؟ انا اخر من يعلم يا حبيبتي يعني. مش عايزه اقلقك بس يا عمر. طب انت وقعت ازاي؟ ما فيش، كنت بمسح واتزحلقت وقعت. طب فين اخواتي؟ اختي فين وامي كانت فين؟ كانوا موجودين بس انا طلعت امسح بره طب ليه بتمسحي؟ طب امي مش مخلياكي عايزه حاجه وهي اللي شايلاكي. طب على العموم دلوقتي ما تعمليش اي حاجه، ما تتعبيش، انا هنادي ماما دلوقتي تاخد بالها منك. تعالي. الف سلامه عليك حبيبتي. شوفي الحب. عامله لكم الشاي. الله يديك الصحه ويخليكي لينا يا حبيبتي. السكر اهو عشان لو احتجت السكر يا حبيبتي. ماما مش هوصيكي ما تقومش تعمل حاجه عشان هي تعبانه لحد ما تخف. توصيني؟ عيب عليك انك توصيني. ربنا يديك ده الصحه. زي بنتي. ربنا يا يخليكي لينا يا حبيبتي. ماما. يلا انا هنزل ارجع الشغل تاني، لو عايزت حاجه رني عليا. ماشي؟ يلا. وديت الشاي. قومي يلا يا حلوه، قومي علشان البيت اللي عايز يتنضف ده ويتروق. اقوم ازاي يا ماما؟ انا رجليا مكسوره. يا اختي اسم الله، انت هتصدقي نفسك؟ مكسوره ازاي؟ ما هي سليمه اهي. سليمه ايه بس؟ ما هي متجبسه قدامك اهي. متجبسه؟ قومي وعكزي على عكاز وروقي واعملي. كنا بنعمل. يلا خلصي. حرام عليكي، رحميني بقى. حرمت عليكي عيشتك. لما اقول كلمه تسمعيها. ايه هتتلككي يا بت؟ ما كانوش دول شويه بريل. يلا خلصي. الكلمه اللي اقولها اسمعيها عشان ما ازعلش، وزعلي وحش قوي 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 يعني. حاضر. وانت عارفه ابني بيحبني وبيسمع كلامي. يلا قومي. حاضر حاضر. والله العظيم يا رب، انت بتعملي ايه؟ نفسي اعرف يعني. هو انت جايه هنا تعملي ايه؟ هو انت واجبك ايه في البيت؟ ولا انت متدلعه؟ ولا انت كنت بتعملي ايه في بيت اهلك اصلا؟ هو انا غلطت في ايه دلوقتي؟ غلطت في ايه؟ الشقه معفنه. كل ما بخش بلاقي ريحه معفنه. ما بتروقيش الشقه، قاعده على طول عايشاله على الاندومي وعايشاله على البسكوت، ما بتعمليش اكل. المفروض هنا تيجي تطلعي تخدمي امي، تخدمي ابويا. لو حد طلب منهم حاجه بصي يعني رجليكي فوق رقبتك وتعمليها. انت فاهماني ولا مش فاهماني ولا ايه؟ فاهمك. تمام؟ فاهمك. ماشي. البيت هنا فيه قواعد لازم تمشي عليها. وانا ما كنتش اعرف بالقواعد دي، انا واحده متدلعه في بيت ابويا، لما جيت بيت جوزي ما اعرفش ان هيحصل ده كله. انا ماليش ذنب في الكلام اللي انت بتقوليه ده، ماليش ذنب. انا متجوز واحده عشان تشوف اموري وتشوف امور اهلي وتشوفيني محتاج ايه تعملهولي. لا انت كده بتقول انا متجوز خدامه. لا انا مش متجوز خدامه. انا اجي البيت الاقيه نضيف، الواحده النظيفه هي اللي بتنظف بيتها. انا كذا مره ما اتكلمش معاكي، اقول دي هتحس على دمها، لكن كده ما ينفعش. ماشي. تمام؟ ماشي يا سيد. الكلام ده ما اشوفوش تاني. ماشي. عامله ايه مع جوزك واهل جوزك؟ والله يا ماما انا السلام عليكم. وعليكم مرتاحه السلام. جدا. مش تقولي ان نور هنا عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد أخبارك إيه؟ لله. وجوزك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كويسه معاهم كده؟ وأهلهم كويسين؟ مبسوطه جدا جدا فوق ما تتخيل، بجد ربنا عوضني خير. يلا يا حبيبتي والله فرحتيني. ابقى وصل الكلام ده لفاطمه عشان عارفه ان هي بتبقى قلقانه عليا، فانت طمنها فاطمه بالكلام عشان سالتني كذا مره وكانت حاسه ان انا ممكن مبقاش مبسوطه، فوصل لها قول لها ان هي الحمد لله مبسوطه وبتقول لك انها ماشي. بخير. ماشي يا حبيبتي. ماشي. اعملي حسابك بكره تغدي معانا. ها ان شاء الله يا حبيبي. ماشي يا ماما، وانا هطلع فوق. عايزه حاجه؟ سلامتك يا حبيبي. طمنيني. بقول لك ايه، ده انا متمرمطه، ده انا شغاله خدامه، ده بيقول لي اطلع اخدم امه واخدم ابوه واروق لهم البيت واعمل لهم الاكل واروق في بيتي واعمل لي الاكل. بصي انا طالع عيني يا ماما، انا مش متعوده على العيشه دي يا ماما. معلش يا حبيبتي، اتحملي واحده واحده. مش كده، هتتعودي. مش هكون واحده مرتاحه وعايشه في رفاهيه طول حياتها ومره واحده تشيل المسؤوليه بيتين مش بيت واحد يا ماما. الجواز كده، الجواز مسؤوليه يا حبيبتي. الجواز بيت واحد يا ماما، بيت واحد اللي هو بيتي اقدر ان انا استحمل، لكن انا بقول لك بخدم اهله واهلي يا ماما.
هو الجواز كده، الجواز كده، ودي سنة الحياة، ولازم بقى نتحمل علشان نعيش يا حبيبتي. محدش تشمتيش حد فينا. انت عايزه تشمتي مرات اخوكي فينا ولا انا ايه؟ قلت لاخويا دلوقتي قول طيب. لها. ايه ده؟ الدور ده يا بنتي، انت ليه ماشيه هنا؟ في ايه يا بابا؟ اهدى بس كده. انا هنا في مكان جوزك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ انتوا ما شفتوش الحوض اللي عليه مواعين قد ايه؟ يا بابا انا مخلصه الكلام ده كله امبارح بالليل. يعني انا كذاب بكذب عليكي؟ لا ما امال ايه؟ والبيت مكركب كده؟ انت عايزه ايه؟ في ايه؟ يا في بابا ايه؟ انا لما يجي جوزك انا بتصرف تاني. اللي ما يعجبنيش الحال ده، انا ما يعجبنيش الحال ده. ايه ده؟ في ايه يا بابا؟ في ايه بتزعق ليه يا بابا؟ في ايه ايه؟ اللي حصل؟ في ايه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ دخلت المطبخ شفت عامل ازاي يا ابني؟ بص السرير يا ابني عامل ازاي؟ تعورك الاوضه الثانيه يا ابني بتاعت الاطفال. يا سيد عاملة انا إزاي؟ مخلصه البيت كله امبارح يعني انا بالليل. ما كذاب؟ تتكلميش نص كلمه. أنا ايه اللي بكذب. حصل يا بابا؟ دلوقتي الشقه زي الزفت صح؟ انا عارف والله العظيم، انا عارف انت هتقول ايه. تعالى بص يا الشقة زي ابني، الزفت. بص يا ابني على المطبخ. شايف وكل حاجه هنا مش مترتبه. انا عارف والله انت بتعمل ايه. بصي كلميني هنا، اللي يقول لك عليه ابويا تعمليه. ابويا ده جزمته فوق دماغك، ما ينفعش يخش يزعق كده ويقول لك اعملي. انت من نفسك تعملي. ده مش اول مره يا ابني، دي مش احنا اول قاعدين مره. في زريبه هنا، انت جايه هنا تخدمينا من الاخر يعني. انا مش جايه أول هنا مرة يا اخدمكوا ابني. صح؟ ايوه جايه تخدمينا. طيب انا بقى مش قاعده في البيت ده تاني، براحتك. وورقتي تجيلي عند ابويا. اوعى روح يا اختي، اوعى. 60000 داهيه. ابن تعالش راجل، نفسك يابا. ابن راجل يا ابني. همسح عارف دماغك لما يحصل كذا قرار عايزه تاخديهم، عمال اقول اوديها الشارع ولا لاهلها ولا هنا خدامه مش عارف. انت بتضحك عليا. انت بتقول